يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون الصفيحة اللبنانية، أو بحكوا لها كمان الصفيحة البعلبكية. إن شاء الله رح أعملها بعجينة قطنية جدا رائعة، والحشوة طعمها جدا شهي. بتمنى أنه وصفة اليوم تعجبكم، تابوها معي بالتفصيل وتعالوا نشوف خطوات العمل خطوة بخطوة. بالنسبة هون للحشوة رح أستخدم كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا أكيد كمية اللحمة هي كمية تقديرية، أنا هون استخدمت خليط بين المفروم البقري ومفروم الغنم. المطيبات هون رح نحتاج حبة كبيرة من البصل، حبتين كبار من البندورة. طبعا عندي البصل والبندورة هون بشرتهم. رح نحتاج معلقتين كبار مليانات من معجون الطماطم. البهارات هون رح نحتاج معلقة كبيرة من البابريكا الخشنة، معلقة صغيرة من البابريكا الناعمة، قشور البصل والثوم معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وأكيد ما ننسى هون الملح والفلفل الأسود. رح أنزل هون 4 ملاعق كبار من دبس الرمان. دبس الرمان بيعطي نكهة كثير طيبة. وأكيد هون يا أما بتحطوا معلقتين كبار من الزيت النباتي أو معلقة كبيرة من السمنة. بعجنهم حتى تتجانس عندي هون كل المكونات. بغطي الصحن وبدخلها الثلاجة حتى تكون معي باردة وقت ما استخدمها. الخطوة اللي بعديها هون رح أحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة رح نحتاج كاستين من الحليب السائل. عندي هون الحليب لازم يكون دافي. ورح نحتاج كمان هون نص كاسة من الزيت النباتي، بالإضافة إلى معلقتين كبار من السكر. السكر احنا هون بنستخدمه بالعجينة عشان تفاعل الخميرة. رح نحتاج معلقتين كبار ممسوحات من الخميرة، يعني معلقة الخميرة ما تكون معكم مليانة. وآخر إشي هون نزلت معلقة صغيرة من الخل الأبيض، كمان الخل هون بنستخدمه عشان تفاعل الخميرة. بغطي الصحن، بترك الخميرة عندي هون تفور من 10 دقائق لربع ساعة. لازم نتأكد عنا إنه الخميرة فارت قبل ما ننزل الطحين. للطحين هون رح نحتاج 5 كاسات من الطحين. أنا تركت نص كاسة على جنب. طبعا نوع الطحين اللي استخدمته هون استخدمت منه 5 كاسات. في حال احتجتوا نص الكاس بيعتمد على نوع الطحين عندكم. رح أنزل هون معلقة صغيرة من الملح. هلا هون بعجنها حتى تتشكل معي عجينة طرية متماسكة. أنا هون استخدمت العجانة. في البداية بتكون عندي السرعة على الواطي، بعديها بعليها شوي شوي. أهم شي عنا هون قوام العجينة لازم يكون معنا طري، ولازم تكون تلزق معكم شوي. رجعت هون عجنتها على إيدي. طبعا هون دهنت إيدي بشوي من الزيت النباتي، ودهنت الصحن كمان بشوي من الزيت النباتي. بنزل العجينة بغطيها بتركها ترتاح من ساعة لساعة ونص. بأيام الشتوية بتاخد منكم وقت شوي أطول، بيعتمد على درجة حرارة المطبخ عندكم. هيك عندي طبعا أنا بعد ما تركتها ترتاح مدة ساعة. شوفوا ما شاء الله لون العجينة ونعومتها. لون العجينة من الحليب السائل اللي أنا استخدمته. في حال مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا حليب البودرة. أنا في العادة بحط كاسة من حليب البودرة، بحط عليها كاستين من المي، طبعا أكيد مي دافية. الحليب اللي استخدمته اليوم بالوصفة هو حليب كامل الدسم. رجعت عجنتها، طلعت الهواء منها، بتركها ترتاح تقريبا مدة 10 دقائق، وبعديها ببلش أقطع فيها. بالنسبة للتقطيع لازم تكون عنا القطع شوي صغيرة. تقريبا عملت عندي هون 35 قطعة. بعد ما قطعتهم بغطيهم بتركهم يرتاحوا مدة 10 دقائق، وبعديها ببلش أشتغل فيها. طبعا هون هاي العجينة أكيد ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. طريقة العمل كثير سهلة كثير بسيطة. بفرد قطعة العجينة بهاي الطريقة، بعديها بحط كمية منيحة من الحشوة. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للحشوة، في حال كان فيها شوية مي بتحطوها بمصفاي، لأنها لازم تكون معكم ناشفة لما تيجي تنزلوها على العجين، وحتى لما تيجي تسكروها أنكم تقدروا تسكروها. في حال كانت اللحمة فيها شوية مي رح تغلبكم. طبعا هون أنا حطيتهم بالصينية. الصينية عندي هون مفروشة ورق زبدة، بيسهل عليكم كثير الشغل. تركتهم يرتاحوا بالصينية مدة 10 دقائق، وبعديها هون رح أدخلهم الفرن. قبل ما أدخلهم هون الفرن رح أدهنهم بخلطة التلميع. صفار بيضة مع معلقة كبيرة من الحليب وربع معلقة صغيرة من الخل الأبيض. الصينية عندي هيك جاهزة، بدخلها فرن حامي على درجة حرارة 200 الرف الوسط. أول ما أخذت معي لون ذهبي من تحت شغلت الشواية من فوق. طبعا في حال كان عندكم الفرن شوي بارد بتحطوها على درجة حرارة 220. هيك عندي وهن بالفرن. أول ما طلعتهم لفيتهم بقطعة قماش، وبعديها قدمتهم.
ما شاء الله طراوة العجينة ونكهة اللحمة. طبعا هم في العادة بيعملوها بقطع أصغر من هيك، حجم القطع برجع لكم. وهاي وصفتنا لليوم، قدمت جنبها دبس الرمان، وممكن نقدموا جنبها كمان لبن العيران واللبن العادي. بتمنى أن وصفة اليوم تعجبكم. إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة ما تنسوا دعم قناة، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.